باجيو متوقفة. القصة غتكون في كأس العالم 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، إيطاليا. لكن قبل منها في 1993 باجيو غياخد جائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا وجائزة الكرة الذهبية مع اليوفي. نرجعوا لكأس العالم، باجيو ساهم في تأهل إيطاليا للنهاية، خصوصا أنه سجل 2 أهداف ديال الربع و2 أهداف في النصف، ولكن في المباراة النهائية تعادلات الطاليان مع البرازيل 0-0 ومشاو لضربات ضربات الترجيح. ضيع 2 لاعبين من طاليان، الركلة الأولى والرابعة، وضيع لاعب البرازيل الركلة الأولى. النتيجة دابا 3-2 لصالح البرازيل. جات الركلة الخامسة سددها باجيو للسما وفازت البرازيل. والصحافة في ديك الوقيته خرجت عنوان سميتو باجيو مات واقفا، ولكن رغم ذلك الطليانيين عزيز عليهم هذا اللاعب والكثير منهم كيعتبروه أفضل لاعب إيطالي في التاريخ. داكشي علاش